هنخش على بداية المشروع دلوقتي. هنكبر دي كده ونبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه في المشروع. هناخد أداة جديدة مع بعض في مشروع جديد اسمها جروب بوكس. لو جبنا الجروب بوكس دي كده هنطلعها فوق، نحركها من هنا فوق كده، نكبرها شوية، وهنجيب التكست بوكس ده نحطه جواها. احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها مالتي وجبناها من القايمة، ممكن نجيبها من هنا مالتي لاين، حاجة اسمها مالتي لاين كده نقدر أكبر وأصغر التكست بوكس زي ما أنا عايز. طيب هخليه كده. الجروب بوكس دي مش هناخد تفاصيلها، لكن هنعمل حاجة هنغير اسمها، هنشيل الجروب بوكس دي خالص ونخليها فاضية. الجروب بوكس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن أداة ممكن تحط جواها حاجات، كذا حاجة، زرار أو تكست بوكس أو ليبل أو أي حاجة، وبتخلي الأدوات كل اللي جواها بيتحرك مع بعض. طيب هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هناخد زرار. الأول فكرة عن المشروع اللي احنا عايزين نعمله. احنا دلوقتي هنعمل حاجة زي الأوفيس كده. ازاي يعني ايه زي الأوفيس؟ يعني هنقدر نتحكم مع بعض في الخط، حجم الخط، تقل الخط، لون الخط، كل حاجة تخص الخط. طيب نبدأ مع بعض. البوتوم واحد حطينا بوتوم 1، هنخليه بي اللي هي ايه؟ اللي هي بولد. ماشي، نكبرها بس شوية كده، نكبر خطها نخليه 14. ماشي. عندنا ايه تاني؟ هناخد كومبو بوكس. طبعا احنا فهمنا يعني ايه كومبو بوكس خلاص. ننزل نحطها كده. ماشي، نكبرها شوية، نكبر الخط اللي جواها شوية، نخليه أكبر 12 مثلا. ماشي، نطلعها فوق شوية. هناخد ايه تاني؟ هناخد حاجة اسمها الفونت. احنا دلوقتي بنصمم الواجهة. نغير دي كده، نخليها فونت. هنعمل زرار تاني، هناخده كوبي وبيست كده وهنسميه color. نيجي هنا كده. تمام. طيب يبقى لنا ايه بقى؟ كده احنا ممكن نروح جايين مكبرين كده، تكبر معانا، نكبر التكست بوكس ونقدر نحركها زي ما اتفقنا اهي. نخليها في النص، ممكن نخليها في النص كده. ماشي. طيب ناقص ان احنا هنا هنحط محاذاة لليمين ومحاذاة للوسط ومحاذاة لليسار. هنعملها ازاي بقى؟ نركز بقى مع بعض. في أداة برضو لسه مخدناهاش، هناخدها المرة الجاية إن شاء الله، اللي هي البيكتشر بوكس. هنحطها كده على الحجم اللي احنا عايزينه، نجيبها نحطها هنا، ايه، نديها على قد المقاس. ممكن ننزل ده كده سنة تحت، نكبر دي شوية. دي كل اللي بتعمله الأداة دي، إنها ممكن تحط جواها صورة. أنا جايب صورة للمحاذاة، هنحطها فين بقى؟ هنحطها في الباك جراوند ايمج، وهنعرف ليه المرة الجاية إن شاء الله. هنفتح امبورت. أنا هنا واخد المحاذاة اهي، دي شمال. طيب هنعمل باك جراوند ايمج لاي اوت، هنخليها ستريتش كده. تمام اهي. وناخدها كوبي، نقف عليها كنترول سي كنترول في، وواحدة كمان نحطها جنبها، نحطها جنبها. ونيجي هنا في النص، ناخد اللي في النص، الرسمة اللي في النص اهي. اوكي. نيجي هنا وهنفتح تاني وناخد الرسمة اللي على اليمين اهي، يمين. اوكي كده احنا خلصنا الديزاين. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه عشان نبتدي نبرمج الاكواد بتاعة البرنامج؟ طيب في الاول خالص انا عايز الكومبو بوكس ده يبقى 12، يعني الديفولت بتاع الخط 12. طيب
هنبتدي نشغل كده. كده احنا ما برمجناش حاجة، بس هيظهر لنا الشكل ده بس كده اهو، شكله جميل. طيب هنا لو دوسنا مفروض بولد يبقى الخط بولد، لو دوسنا هنا اخترنا اختيارات يبقى الخط، يبقى الاختيارات كلها تطلع، وهنا الفونت وهنا الكلر. هنبرمجها ازاي؟ نخش بقى على ايه؟ على كتابة الأكواد. طيب قبل كتابة الأكواد عشان نبقى خلصنا خالص، لازم هنا نحط الأرقام كلها. هنبدأ مثلا، هنقول مثلا 10 12 14 16 18 20. يعني مش هنطول أوي، بس انت ممكن تحط أي رقم مفيش مشكلة. ماشي. طيب نبدأ ازاي بقى؟ دلوقتي في حاجة اسمها هنا عايزين نخليها بولد. طيب نخش كده دبل كليك، وهندي أمر ايه بقى؟ تكست بوكس، بوكس 1 دوت تكست. دوت تكست؟ لا، مش عايزين دوت تكست، عايزين دوت ايه؟ احنا عايزين نغير ايه دلوقتي؟ عايزين نغير الفونت. يبقى فونت بيساوي، هيساوي ايه بقى؟ هيساوي حاجة اسمها نيو فونت. نيو فونت يعني خط جديد. احنا عايزين خاصية ايه؟ عايزين خاصية البولد. طيب بنقول له تكست بوكس 1 دوت فونت، وايه بقى؟ هو مطلع لي تكست بوكس دوت فونت هنا بولد. طيب لو دوسنا بولد كده يبقى ايه؟ ونقفل كده، يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا الفونت ستايل بولد. طيب هنجرب وندوس كده، بقت ايه؟ بولد. طيب لو خليناها عايزين تبقى مش بولد، انبولد، طيب يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ريجولار. لو خليناها كده وجينا هنا خلينا اصلا هو بولد، او ممكن نعمل زرار تاني تبقى ريجولار، يبقى ده وده اهو كده. كده هو ريجولار مش فونت، مش بولد. طيب هناخد ايه بقى تاني؟ هناخد الفونت ده السايز هنغيره ازاي؟ هندوس دبل كليك كده. كده هنا احنا مضطرين نعرف متغير اسمه اس. يعني ايه متغير؟ طبعا اللي فاهم فيجوال بيزك هيعرف معنى يعني ايه متغير، اللي مش فاهم هنشرح له واحده واحده يعني ايه متغير. دلوقتي احنا عندنا ممكن ناخد حروف، اي حرف او اي رمز او اي كلمه نعرفها على انها متغير. طيب زي ايه؟ هناخد مثال عشان نشرح عليه. دم. تعريف المتغير اسمه دم. دم يعني ضع. ضع اس as integer. integer ده يعني متغير رقمي، يعني الاس ده هنحط فيها رقم. طيب هنخليها بكام الأول؟ ب12. ليه؟ لأن الفونت اللي عندنا 12 اللي احنا هنبدأ بيه. طيب هنخلي الاس دي تاخد القيم بتاعة الكومبو بوكس اللي عندنا. طيب نكتبها ازاي؟ اس بتساوي، سهل خالص الموضوع، كومبو بوكس 1 اهي دوت سيلكت ايتم. ماشي. يبقى الاس قيمة الاس هاخدها من المتغير بتاعنا. طيب هندي الامر ايه بقى؟ هنقول له تكست بوكس 1 دوت فونت بيساوي نيو، زي ما اتعلمنا، فونت، ونفتح قوس نقول له تكست. طبعا في اشكال كتيرة للكتابة، ولكن احنا بناخد شكل وبعدين ممكن بعد كده ايه الناس تتوسع يعني. فونت دوت ايه بقى؟ دوت سايز. احنا عايزين خاصية السايز المرة دي، ونعمل علامة كده ونقول له ايه؟ واس. ايه الجملة دي؟ يعني قلنا له ان اولا حطينا في الاس الرقم بتاع الكومبو بوكس، وقلنا له خد خاصية السايز بتاعة الفونت من الرقم الاس. طب نجرب مع بعض. نفتح كده، نفتح 12 خليها 16، كبرت معانا 20 اي رقم، حتى لو حطينا اي رقم 40. كده ال40 مش هتنفع لان احنا مش حاطينها في كومبو بوكس، مش هيقدر ياخد الاكس من الكومبو بوكس.
لان احنا مش مدينه تكست كده، يبقى مش هينفع. يبقى احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نخش على الكومبو بوكس لو احنا عايزين نغير ونديله اهي، نحطله 40 لو احنا عايزين 40. طبعا انا ماشي معاك واحدة واحدة عشان الناس تتعلم. ماشي، هنفتح كده 40 اهي، بقت 40، سهلة خالص. طيب هناخد ايه تاني؟ هناخد بقى حاجة مهمة، حاجة اسمها، ننزل كده مع بعض، حاجة اسمها فونت دايلوج وحاجة اسمها كولر دايلوج. ايه الفونت دايلوج ده بقى؟ الفونت دايلوج ده ممكن يغنينا عن البولد وعن الرقم، بس احنا بناخد تفصيل عشان الناس تتعلم. طيب هناخد حاجة اسمها فونت دايلوج، هندوس دبل كليك كده. الأول قبل ما نخش هنا في حاجة ما عملناش، هنحط الفونت دايلوج هنا ونحط كولر دايلوج هنا. طيب نخش بقى تاني على الفونت، هنقول له ايه بقى؟ هنقول له اف فونت دايلوج 1 دوت شو دايلوج بيساوي فونت دايلوج ويندوز فونت دايلوج ريزلت اوكي، ويندوز انتر. then هنقول له ايه بقى؟ هنقول له تكست بوكس 1 دوت فونت بيساوي فونت دايلوج 1 دوت فونت. طب نجرب احنا كده، احنا عملنا ايه؟ ندوس كده وهندوس فونت، طلع ايه؟ طلع الاختيارات كلها اللي عندنا قدام اليوزر. طيب نختار كده الخط بتاعنا براحتنا، ونختار الحجم الخط، تقل الخط، كل اللي احنا عايزينه ممكن نختاره من هنا اهي، اي خط احنا عايزينه ونقول له اوكي. بص اهو كله اتغير. نفتح تاني نخلي 24 ونختار خط حلو اهو، نقول له اوكي اهو. كده احنا قدرنا نغير الفونت دي، نقدر نتحكم في اي حاجة احنا عايزينها من هنا على طول. اوكي. طيب هناخد الكلر، نفس الكلام، هنعمل ايه؟ اهو كلر اهو. هناخد الكلام ده ولا نكتبه بايدينا احسن. if color dialog دوت show dialog بيساوي ويندوز اوكي result اوكي، وهنقول له enter text box 1 دوت، هنقول له ايه بقى هنا؟ مش فونت، لا، فورس color. فورس color تساوي، هنقول له color dialog دوت color. color dialog نسينا 1، color dialog 1. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ طيب يعني dialog color dialog 1 دوت show dialog بيساوي ويندوز فور دايلوج ريزلت بتساوي اوكي. يعني لو انا دوست اوكي هيعمل ايه بقى؟ تكست بوكس 1، خلفية الخط بتاع تكست بوكس 1 هتبقى بتساوي الخط اللي انا اللون اللي انا اخترته. نجرب color. تمام اهو. نجرب الاحمر اهو. نجرب الفونت نخليه كبير شوية اهو 14 كده. تمام. عندنا ايه تاني بقى؟ عندنا المحاذاة. المحاذاة من الشمال وفي النص ويمين. طيب هندوس كده. هنا الأول خاصية ايه؟ الخاصية اللي احنا هنشتغل عليها برضه عشان الناس تبقى عارفة، لو التكست بوكس هنا كده هنشتغل على حاجة اسمها تكست الاين. تكست الاين فيها ليفت وفيها رايت وفيها سنتر. طيب يبقى احنا هنقول ايه؟ هندوس كده ونقول له لما الصورة دي يداس عليها عايزه يعمل ايه؟ هنقول له تكست بوكس 1 دوت تكست برضه؟ لا طبعا، تكست الاين بيساوي، ايوه هو بيقول لي اهو ليفت
horizontal alignment left. طيب تمام. التاني نفس الكلام هناخده كده، بس بدل الليفت هنخليها ايه، نخليها سنتر. حلو اوي. طيب اللي بعده نخليها ايه، نخليها رايت اهو، نخليها رايت. تمام. نجرب. نجرب. طيب هنا في النص، جه في النص يمين يمين، شمال شمال. كده يبقى احنا قدرنا ناخد شوية مؤثرات على الخط هتفيدنا في البرامج اللي احنا بنعملها. لو احنا مثلا بنعمل امتحان والراجل اللي بيحط الامتحان عايز يغير الخط اللي بيكتب بيه، عايز يغير لونه، عايز يغير تقله، عايز يغير الفونت، عايز يجيبه يمين يجيبه شمال، وعندنا التكست بوكس اهو. كده يبقى احنا اتعلمنا التكست بوكس وفهمنا يعني ايه. انا عايز الناس اللي استفادت تدوس لايك عشان اشوف حد استفاد واتبسط الفيديو ده ولا محدش استفاد. وبكده يبقى خلصنا مع بعض الدرس ال11 خصائص التكست بوكس. ميعادنا ان شاء الله في الدرس ال12 خصائص البيكتشر بوكس. يا رب الناس تكون استفادت.